السلام عليكم متابعين قناة كود ياسين. غادي نشرح السلسلة رقم 4 من أسئلة جديدة ومن تطبيق كود سياقة. السلسلة رقم 4. لو كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة ديالنا اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. أي آراء ملاحظة للقناة خليونا تعليق. السؤال رقم 1: يمكن لي نتجاوز؟ نعم جاوب 1، لا جاوب 2. جواب لي صحيح رقم 1: نعم يمكن لي نتجاوز، لأن قبالتينا الرؤية واضحة، المراية من اللور ما جاي حتى شي واحد، في هاد الحالة يمكن لي نتجاوز. ديما في التجاوز كنراقب ثم كنبه ثم كنحاز. يعني دابا أنا راقبت بانت لي الرؤية واضحة، الطريق واضحة، شعور طرقي كيسمح لي بالتجاوز، المراية ما جاي حتى شي واحد اللي غادي يتجاوز، يعني في هاد الحالة يمكن لي نتجاوز. نعم جواب 1. سؤال رقم 2: نتجاوز؟ نعم جاوب 1، لا جاوب 2. الجواب اللي صحيح هو رقم 2. ما يمكنليش نتجاوز لأن هنا في هذه الحالة هذه كاين منعرج والرؤية ما واضحاش، يعني قبل التجاوز راه واجب عليا نراقب ثم ننبه ثم نحاز. في هذه الحالة كاين منعرج قدامي وراكب الدراجة اللي تا هو قدامي والرؤية قبالتي غير واضحة، وبالتالي ما يمكنليش نتجاوز. لا. السؤال الموالي: قبل التجاوز ننبه السائق الشاحنة منبه الصوتي؟ لا. أنا قال لك واش نتجاوب قبل ما نتجاوز ننبه المنبه الصوتي؟ لا. هنا قبل دائما في التجاوز يا إخوان، ها القاعدة للتجاوز يعني كنراقب ثم كننبه ثم كنحاز. في هذه الحالة الرؤية قبالتي غير واضحة وبالتالي ما يمكنليش نتجاوز، وبالتالي ما يمكنليش نستعمل مؤشر تغيير الاتجاه أو المنبه الصوتي باش نعلم بلي غنتجاوز. لا. قبل التجاوز ننبه سائق هاد الدراجة بمنبه الصوتي ولا بإشارة ضوئية. دابا هنا قبل التجاوز واش ننبه هاد سائق الدراجة اللي غادي قدامي بالمنبه الصوتي ولا بإشارة ضوئية؟ هنا كاين جوج احتمال، نبهتو بإشارة ضوئية، واش هاد سائق الدراجة غيشوف الإشارة الضوئية ديالي؟ لا ما غاديش يشوفها. هنا في هاد الحالة كتوجب عليا ننبه المنبه الصوتي. الجواب 1. يمكن لي نعلم باللي غنقوم بالتجاوز بالاستعمال إشارة ضوئية؟ نعم جواب 1، لا جواب 2. نعم يعني ديما بالليل إلا بغيت نتجاوز راه يمكن لي نستعمل إشارة ضوئية. نعم الجواب 1. يعني في هذه الحالة يمكن لي نستعمل إشارة ضوئية. نعم جواب 1. هاد العلامة كتمنع التجاوز، واش هاد العلامة هذه كتمنع التجاوز؟ لا. هاد العلامة ديال نهاية المنع، يعني كتعلم على نهاية المنع التجاوز جميع أنواع العربات، يعني ابتداء مع العلامة يمكن لي نتجاوز. لا. جميع أنواع العربات نعم. يعني هاد العلامة واش كتمنع؟ لا هذه ما كتمنعش، هذه عكس، هذه كتسمح لي بالتجاوز. الجواب رقم 2. نتجاوز هاد الحافلة؟ نعم جواب 1، لا جواب 2. واش يمكن لي نتجاوز هاد الحافلة؟ نعم. قبل ما نتجاوز واجب لي نراقب ثم ننبه ثم ننحاز. الحالة الطريق خاوية ما وراي ما كاين حتى شي واحد جاي، يعني في الحالة يمكن لي نتجاوز. نكمل السير لقدام ولا نعطي حق الأسبقية؟ في هذه الحالة واش نكمل السير لقدام ولا نعطي حق الأسبقية؟ هنا خاصني نعطي حق الأسبقية، يعني في هذه القنطرة هذه التقابل غير ممكن، يعني ما يمكنليش نتقابل مع ديك السيارة اللي جاية قبالتي. في هذه الحالة خاصني نعطيها حق الأسبقية، يعني هي دخلت لهذه القنطرة هذه خاصني نعطيها حق الأسبقية. الجواب رقم 2. كان عندي حق الأسبقية ندوز أنا الأول ولا كان عليا نخلي السيارة اللي قدامي تدوز؟ هنا كان عليا نخلي السيارة اللي قدامي تدوز. علاش؟ لأن أنا عندي العرقلة في اليمين ديالي، أنا السيارة هذه الكحلة وقفة في اليمين ديالي، يعني كان عليا نخلي السيارة اللي قبالتي تدوز. إذن الجواب رقم 2، كاين عليا نخلي السيارة اللي قدامي تدوز. إجابة رقم 2. ندوز بسرعة، نشد اليمين ولا نشد اليسار؟ هنا عطاوني واش ندوز بسرعة ولا نشد اليمين ولا نشد اليسار. هنا خاصني نشد اليمين. علاش؟ قبالتي السيارة ديال الأمن جاية وشعل الأضواء، زائد أنا في اليمين ديالي عندي العرقلة واقف في الكاميو، هذا الرمق واقف في اليمين ديالي، يعني خاصني نشد اليمين ونسمح للأمن يدوزوا أنهم مشعلين الأضواء. الجواب رقم 2.
نسمح بالمرور لهاد السيارة ولا ندوز انا الاول؟ اذا واش نسمح بالمرور لهاد السيارة ولا ندوز انا الاول؟ هنا غادي ندوز انا الاول. علاش؟ لان السيارة اللي قبالتي عندها العرقلة في اليمين ديالها، يعني هي اللي وقفت الطوموبيل في اليمين ديالها، يعني في هذه الحالة ندوز انا الاول. الجواب رقم جوج. ندوز بسرعة ولا ننتظر هاد العربة تدوز؟ هنا في هذه الحالة راه من الواجب عليا ننتظر هاد العربة تدوز، راه من الواجب عليا ننتظر هاد العربة حتى تدوز. علاش؟ يعني كنشوف سيارة الإسعاف شعل الأضواء، في هذه الحالة راه من الواجب عليا نوقف ونعطيها حق الأسبقية. الجواب رقم جوج. نتجاوز بسرعة ولا ننتظر باش نتجاوز؟ هنا بطبيعة الحال راه غننتظر باش نتجاوز، يعني كنشوف في المراية جاية سيارة الإسعاف من ورايا شعل الأضواء، يعني في هذه الحالة خصني ننتظر باش نتجاوز. إجابة رقم جوج. ندوز بسرعة ولا ننتظر هاد العربة تدوز؟ هنا خصني ننتظر هاد العربة تدوز، يعني هاد العربة دات أولوية ومشعلة الأضواء الاستعجال والطريق ديالها عامرة، وبالتالي واجب عليا أنا نعطيها حق الأسبقية، يعني جواب رقم جوج. يمكن لي نتجاوز هاد السيارة من اليمين؟ واش يمكن لي نتجاوز هاد السيارة من اليمين؟ نعم. باش نتجاوز واجب عليا نتجاوز من الجهة ديال اليسار. في الحالة منين كيكون العربة اللي قدامي غادي تغير اتجاه اليسار يمكن لي نتجاوزها من اليمين. اذا يمكن لي نتجاوزها من اليمين. نعم. التشوير الطرقي كيسمح بالتجاوز، نتجاوز هاد السيارة. اذا التشوير الطرقي راه كيسمح لي بالتجاوز. نعم. ولكن نتجاوز هاد السيارة لا. علاش؟ كاين هاد الراجلين بغاو يقطعوا، يعني ما يمكنليش نتجاوز. الجواب 1/4. نتجاوز ولا نوقف؟ هنا الضو صفار ما يمكنليش نتجاوز، خاصني نوقف. ديما الضو صفار كنوقفوا فيه. الجواب 2/3. نتجاوز هاد الحافلة؟ نعم يمكن لي نتجاوزها، ان قبلت الرؤية واضحة، الحافلة غادا على اليمين ديالي يمكن لي نتجاوزها منها اليسار وندوز وعندي الضو خضار شاعل. في هاد الحالة يمكن لي نتجاوز. نعم. الجواب رقم 1. هاد الحافلة واقفة، ندوز الرود البال ولا ننتظر باش نتجاوز؟ دابا قال لي هاد الحافلة واقفة، واش ندوز الرود البال؟ لا. علاش؟ عندي خط متصل ما يمكنليش نتخطاه، يعني خصني ننتظر باش نتجاوز. جواب 2/3. نتجاوز بسرعة ولا ننتظر باش نتجاوز؟ واش نتجاوز بسرعة ولا ننتظر باش نتجاوز؟ في هذه الحالة راه خاصني ننتظر باش نتجاوز. الجواب رقم 2. خاصني ننتظر باش نتجاوز، يعني الا شفنا هنا الخطوط غادي كيتقاربوا وغيصبح الخط متصل، في هذه الحالة راه من الواجب عليا ننتظر باش نتجاوز. الجواب الصحيح لهذا السؤال هو رقم 2. نتجاوز الجواب 1، ما نتجاوز الجواب 2. هنا في هذه الحالة واش يمكن لي نتجاوز؟ لا. علاش؟ كنشوف قدامي كاين مجموعة د العربات، في الحالة ما يمكنليش نتجاوز، يعني في الطريق الوطني اللي كدي وكتجيب ممنوع عليا نتجاوز اكثر من عربة. اذا الجواب الصحيح رقم 2. نتجاوز جواب 1 نعم، جواب 2 لا. شد اليمين جواب 3، نقص من السرعة جواب 4. في هذه الحالة واش يمكن لي نتجاوز؟ لا. اللي شفنا هنا في المراية اللي عندي لداخل نشوف واحد السيارة من ورايا غادي تجاوزني، يعني خصني نشد اليمين ديالي نتجاوز. لا، خاصني نشد اليمين ديالي. الجواب 2/3. قبل التجاوز واجب عليا نراقب ثم ننبه ثم ننحاز. في هذه الحالة كاينه شي عربة خلفي عاملة باللي غادي تجاوز، يعني دايره السينيات باللي غادي تجاوز، يعني من الواجب عليا خصني نشد اليمين ديالي ونحتفظ بالسرعة ديالي، ما يمكنليش نتجاوز. الجواب 2/3. السؤال الموالي، نتجاوز هاد الشاحنة؟ واش يمكن لي نتجاوز هاد الشاحنة؟ نعم، يعني قبل التجاوز واجب عليا نراقب ثم ننبه ثم ننحاز. هاد الحالة الطريق خاوية وراي ما كاينش شي حد جاي وراي باغي يتجاوز، وانا في هاد الحالة يمكن لي نتجاوز. نعم. في هاد المنعرج يمكن لي نتجاوز هاد الشاحنة، يعني في هاد المنعرج واش يمكن لي نتجاوز هاد الشاحنة؟ نعم. واخا منعرج هذه طريق اتجاه واحد، هاد الطريق هذه اتجاه واحد غير كتدي، يعني يمكن لي نتجاوز. نعم. جواب 1.
نزيد في السرعة ونتجاوز هاد السيارة ولا ننقص من السرعة؟ هنا نزيد في السرعة ونتجاوز هاد السيارة إلا ننقص من السرعة، ننقص من السرعة إلا. يعني القاعدة شنو كتقول لي؟ القاعدة كتقول لي كان شي واحد غادي يضوبني ما كنقص في السرعة ما كنزيد في السرعة، نزيد في السرعة ونتجاوز هاد السيارة لا، نقص من السرعة لا. علاش؟ علاش ما يمكنليش نقص من السرعة؟ لأن هاد السيارة دايرة السينيال، اللي كان شي واحد يضوبني ما كنقص في السرعة ما كنزيد في السرعة، كنحتفظ بالسرعة ديالي وكنشد اليمين. إذا الجواب الصحيح هو 2 و4. يعني نزيد في السرعة ونتجاوز السيارة لا، ننقص من السرعة لا. نتجاوز ما نتجاوز، هنا راه ما يمكنليش نتجاوز لأن عندي خط متصل، في الحالة خط متصل ما يمكنليش نتجاوز. نحتفظ بالسرعة ديالي، ننقص من السرعة نزيد في السرعة. هنا خاصني نحتفظ بالسرعة ديالي، ننقص من السرعة لا. ديما قلنا لا كان شي واحد غيضوبني كنحتفظ بالسرعة ديالي، ما كنقص من السرعة ما كنزيد في السرعة، يعني نحتفظ بالسرعة ديالي. جواب 1. نحتفظ بالسرعة ديالي، ننقص من السرعة نزيد من السرعة نشد اليمين. هنا ديما إلا كان شي واحد يضوبني كنحتفظ بالسرعة ديالي وكنشد اليمين، كنحتفظ بالسرعة ديالي وكنشد اليمين، ما كنقص من السرعة ما كنزيد في السرعة. إلا كان شي واحد هنا غيضوبني هاو فين غيضوبني داير السينيال، يعني كنحتفظ بالسرعة ديالي ما كنقص من السرعة ما كنزيد في السرعة. إذا الجواب الصحيح ديال السؤال 1/4. نتجاوز هاد الراجلين لا، ما يمكنليش نتجاوز هاد الراجلين، بأما أن شفنا في المرايا هنا كاينه السيارة دايرة السينيال غتجاوزني وكاينين الناس غاديين قدامي، في هاد الحالة ما يمكنليش نتجاوز إلا. باش نتجاوز هاد الراجل نخلي مسافة الأمام ما تقلش على 50 سنتيمتر، متر، متر ونص. هي أقل مسافة، يعني بالنسبة لأقل مسافة راه هي متر، يعني خصني نخلي متر. داخل أو خارج تجمع سكني من طبيعة الحال يمكن لي نخلي أكثر من متر، ولكن أقل مسافة في الأمان هي متر. الجواب 2. يمكن لي نتجاوز هاد الراجلين. شعل مؤشر تغيير اتجاه. هنا طبيعة الحال يمكن لي نتجاوزهم نعم. شعل مؤشر تغيير اتجاه نعم. علاش غادي نشعل مؤشر تغيير اتجاه؟ نعلم هاد مستعملين الطريق اللي من ورايا باللي غنقوم بالتجاوز. إذا الجواب 1/3. نتجاوز بسرعة ولا ننتظر باش نتجاوز؟ إذا واش نتجاوز بسرعة ولا ننتظر باش نتجاوز؟ هنا بطبيعة الحال غادي ننتظر باش نتجاوز هاد الراجل. باش نتجاوز هاد الراجل نخلي المسافة ما تقلش على 50 سنتيمتر، متر، متر ونص، 2 متر. هنا بطبيعة الحال إلا بغيت نتجاوز هاد الراجل شحال خاصني نخلي المسافة؟ أقل مسافة هي متر. الجواب رقم 2. نتجاوز سائق الدراجة لا، ما يمكنليش. ديما يعني في التجاوز كنراقب ثم كنبه ثم كنحاز، يعني من واجب عليا نشد اليمين ديالي ما نقص من السرعة ما نزيد في السرعة، نحتفظ بالسرعة ديالي. وفي هاد الحالة ما يمكنليش نتجاوز إلا. من الواجب ننتظر قبل ما نتجاوز هاد سائق الدراجة النارية ولا نشعل مؤشر تغيير اتجاه. يعني من الواجب ننتظر قبل ما نتجاوز سائق الدراجة النارية إلا نشعل مؤشر تغيير اتجاه نعم. يعني ما كاينش لاش من الواجب، في هاد الحالة يمكن لي نتجاوز نعم. الجواب الصحيح رقم 2 و3. العلامات اللي مرسومة على الأرض كتسمح لي بالتجاوز. نتجاوز. العلامات اللي مرسومة في الأرض كتسمح لي بالتجاوز نعم، لأن عندي خطوط متقطعة. في الحالة هذه كتسمح لي بالتجاوز نعم. يمكن لي نتجاوز نعم. الجواب 1/3. نعلم باللي غنتجاوز باستعمال إشارة ضوئية بواسطة أضواء الطريق نعم. إجابة 1 لا. إجابة 2. بطبيعة الحال إلا بغيت نتجاوز كنستعمل إشارة ضوئية بواسطة أضواء الطريق نعم. الجواب رقم 1. نستعمل المنبه الصوتي ولا ننبه بإشارة ضوئية. في هذه الحالة راه من الواجب عليا ما عندي لاش نستعمل المنبه الصوتي، لأن سائق السيارة كيشوفني كنشوفو، ما عندي لاش نستعمل المنبه الصوتي. في هذه الحالة غادي ننبهو غير بإشارة ضوئية باش يدخل يشد أقصى اليمين ديالو. نستعمل المنبه الصوتي قبل التجاوز لا، ميمكنليش نستعمل المنبه الصوتي. علاش؟ وحنا غادي نشوفو علاش ما يمكنليش نستعمل المنبه الصوتي.
يتم استعمال المنبه الصوتي عند التقابل أو تجاوز السائق أو الدراجات حسب الحالة. يعني في التجمعات السكنية لا يجب استعمال المنبه الصوتي سواء للتجاوز أو في حالة الرغبة في الإشعار السائق الدراجة بوجوده، أو الدراجة اليسير اللي كاينة في اليسار ديالي والأخرى كاين في الأقصى اليمين ديالي. يعني يسمح باستعمال المنبه الصوتي في حالة خطر فقط، يعني ممنوع لي نستعمل المنبه الصوتي. الجواب رقم 2. السؤال 40 والأخير: قبل التجاوز يمكن لنبه سائق السيارة باستعمال إشارة ضوئية؟ نعم، يعني بالنهار يمكن لي نستعمل إشارة ضوئية ومنبه صوتي، وبالليل كنستعملو غير إشارة ضوئية. جواب 1.